اخر حاجة وصلنا لها الحلقة اللي فاتت هي ان تشان قال لرين انه عاوز يقضي ال3 شهور اللي هيقعدهم في كوريا معاها. بتبدأ الحلقة دي بقى بتشان وهو بيتوسل لأمه انها ما تسيبوش، انها بتمشي وبتسيبه مع ابوه، وابوه بيكون صعب جدا. وتشان كان بيحاول يستخدم موهبته في الفن لانه كان بيحبه قوي، لكن ابوه بيكره اي حاجة ليها علاقة بالفن، بيكسر كل ادواته الفنية وبيجبره يسافر امريكا يدرس علوم بالغصب. ولما أبوه بيروح أمريكا علشان مؤتمر شغل بيروح يزور ابنه، وبيتصدم لما بيلاقي صندوق مليان رسومات في أوضته، فبيكسرهم كلهم وبيزعقله وبيمشي. ساعتها تشان بيوصل لمرحلة إنه خلاص مش قادر يستحمل وبيفكر ينهي حياته زي ما عرفنا قبل كده، لكن رسايل ران هي اللي أنقذته. ومع الوقت بقى بيفضلوا يتكلموا، وشخصية ران المرحة بتخليه يضحك لأول مرة من سنين. نرجع بقى للحاضر، وتشان بيقرر إنه عاوز يعمل نفس الحاجة عشانها. بيسألها لو ينفع يكونوا صحاب، لكنها بترفض، فبيرد عليها وبيقول لها انه هيخليها تحب تكون صاحبته. تاني يوم الصبح بقى ران وعيلتها بيتفاجئوا باختها الصغيرة دام، اللي بتعلن انها عايزة تتجوز حبيبها يو، وبتكون مخططة لكل حاجة. وحبيبها ده بيكون لاعب بيسبول وهيلعب مع فريق كده في امريكا، وهي هتكمل دراستها الطبية في كوريا. جدتها كيم بتقول لها انها هتفكر بعد ما تقابله. في الشغل بقى تشان بيجيب قهوة لكل الفريق، وران بتكون عمالة تتجنبه، وحتى بتروح كافيه تاني غير الكافيه بتاع مستر بارك. في الوقت بقى يونج بتلاقي نفسها من غير فلوس عند عربية أكل، تتصل بالمكتب علشان حد يساعدها. قالها سوك بيرد هو وبيروح لها، وفي اللحظة دي بتوصل لها رسالة من صاحبتها بتظبط لها ديت مع واحد اسمه مين. تاني يوم بقى حكيم بتبدأ تشك إن بناتها بيكذبوا بخصوص إن ران مرتبطة علشان يقنعوها، ويونج بتعمل كأن ران عندها ديت بالليل وبتجرها بره البيت. ساعتها ران بتحاول تضيع الوقت في أماكن مختلفة في الحي. تشان بيفضل يظهر فجأة في كل مكان هي بتروحه، وهي بتفضل تهرب منه. ولما بيشوفها أخيرا في الشارع بينقذها من خبطة موتوسيكل كانت جاية عليها، وبتقع وهو بيحاول يوديها المستشفى، بس هي بتقوله إنها متضايقة علشان مش قادرة تروح أماكنها اللي بتروحها على طول، مش عاوزة تقرب من حد. تشان بيقول لها إنه هيقف جنبها في هدوء، بس بيقنعها تكشف إيدها وهي بتتعالج علشان إيدها اتلوت. وتشان بيفهم إنها كانت بتتجنبه طول اليوم، فبيقرر إنه هيمشي من كافيه بارك خالص ومن الحي علشان تبقى مرتاحة. بيت بقى بارك بيتصل بيها وبيسألها ليه ما راحتش الكافيه بقالها كام يوم، فهي بتتحجج بالشغل. ولما بتسمع بارك بيتكلم مع تشان بتعرف ان وجود تشان مفيد جدا لبارك. الوقت تشان بيلاحظ ان زرعته بدأت تدبل، بيشرح له ان نقل النبتة لبيئة جديدة ممكن يعمل لها صدمة، وده بيكون زي تشبيه لحارة ران. تشان بيكون لسه هيرد، لكن بارك بيقول له ان وجوده بالنسبة له زي وجود ابنه. نشوف يو اللي بيجري من تمرين البيسبول علشان يشوف دام، وهي بتكلمه في التليفون بتسمعه بيصرخ، فبتقلق وبتجري عليه، وبيطلع كويس عادي وكان بس بيساعد حد. المكتب بقى رام بتلاقي كل زمايلها مرتاحين مع تشان، تستغرب وبتفتكر انه طلب من الكل يبقوا اصحابه ولا هي بس، وبتفضل تسأل السؤال ده على طول. مع جدتها تشان بيقول انه هيروح القصر ويصور العمارة علشان الشغل، وكيم بتؤمر ران تروح معاه. في مكان تاني بقى سوك بيسمع يونج وهي مبسوطة بالديت بتاعها مع مين في فندق الاجتماع، وبيشوف مين بيدي ورد لبنت تانية. يرجع لتشان ورام بقى اللي بيزوروا القصر وتأملوا الألوان والزخارف الجميلة اللي موجودة هناك. بس فجأة تشان بيلاحظ إنها اختفت وسابت حاجتها، يدور عليها وبيلاقيها قاعدة وبتعيط، له إنها سمعت صوت ست شبه صوت أمها فافتكرت الماضي. بنشوف ساعتها بقى فلاش باك بيوضح إن العيلة بتاعت ران كانت راكبة عربيتين، والعربية اللي فيها أهل ران اتخبطت من شاحنة وأهلها توفوا. على الحاضر بقى وتشان بيفتكر إنه سمع صوت ران بتناديه وهو مغمى عليه في المستشفى، وبيقول لها إن طبيعي تسمع صوت حد وحشك، فبتعتذر له عن معاملتها ليه قبل كده، وبتقول له إنها بنت حيطان حوالين نفسها علشان خايفة تحس بالخسارة تاني، لكن دلوقتي حاسة إنها محبوسة وراهم. مكتب بقى سوك بيسمع يونج بتكلم مين عن مقابلة، فبيقول لها إن كيم عايزاها، فبتروح لمكتب كيم بس بتلاقيه فاضي، فبتعرف إن سوك ضحك عليها. رجع تشان ورام بقى وهم راجعين، وتشان بيعترف إنه عاوز يبقى صاحب الكل، لكن الموضوع كان مختلف معاها، وبيفتح قلبه عن تجربته مع الاكتئاب. شوف ساعتها فلاش باك بيبين ازاي رسائل ريان كل يوم غيرت حياته وشجعته يرجع للفن. دلوقتي بقى بيقول لها انه عاوز يوريها ازاي تهرب من الشتاء الطويل اللي عايشة فيه، وهي قبل ما يمشوا بتقوله انها عايزة تتعلم ازاي تهرب من الشتاء ده. يوافق بس لمدة 3 شهور. ساعتها بنشوف نور عربية معدية بيحرك ذكريات الانفجار عند تشان، والمرة دي بيسمع صوت جديد ما كانش بيسمعه قبل كده، زي صوت حتة معدن صغيرة أو تلج.
الصوت ده بيكون ليه علاقة بالانفجار بس هو مش قادر يحدده، وبيروح للدكتور النفسي بتاعه اللي بيقوله إن مقابلة ران أكيد حركت جزء صغير من ذاكرته اللي لسه ناقصة، وبيقترح عليه يبعد شوية عن ران علشان يحمي نفسه، بس طبعا تشان بيكون مصمم يساعدها. في يوم تاني بقى بعد الشغل ران وهي خارجة من المكتب، تشان بيجي بتاكسي وبياخدها خروجة على نهر الهانج، وبيقول لها إن دي مجرد معاينة علشان هو لازم يسافر أسبوعين شغل ميداني. بيكون في كابل قاعدين جنبهم وبيجيبوا سيرة الألعاب النارية عند جسر معين كده، والكلام ده بيحرك ذكريات ران بتاعت الموسيقى اللي كانت بعتها لحبيبها كانج، وده نفس الموقف اللي تشان شافها فيه بعد الحادثة ورجعت له كل ذكرياته. في ساعتها تشان بيلاحظ إن وشها اتغير وبيدي الفراخ المقلية لناس تانيين وبيجيب عجلتين وبيركبوهم سوا. ساعتها ران بتلاقي نفسها قادرة تبتسم رغم الذكريات الوحشة. الصبح بقى دان بتروح المدرسة وبتشوف بنت اسمها سو، والبنت دي كانت بتحاول تاخد رقم يو. بنيجي بقى لكيم اللي بتكون في الشغل وبتروح مؤتمر بغلط في الورق، وبتطلب من ران تجيب الورق الصح. ران بتطلب من تشان يوصلها، بس في الطريق صوت كلاكس عربية بيلخبطه فبيضطر يلف ويقف فجأة، وران بتتخض برضه بس هو بيطمنها ان كله تمام وبيخليها تروح بتاكسي. بعد كده بيقابلوا بعض تاني وتشان بيشرح ان ده بسبب ودنه الشمال، وبيقول لها ان بين اتأذى قبل كده بسبب الموضوع ده وبيعتذر لها انه خوفها. هي بتقوله ان التجربة المجانية بتاعته بدأت فعلا تساعدها تتعافى وانها قدرت تبتسم من تاني، وهنا قصدها انهم بقوا صحاب وخلاها مبسوطة رغم يعني كل الذكريات الحزينة اللي عندها. وران بتقوله انها مش بتحب المحار وبتطلب منه في المقابل يقول لها سر في يوم تاني. الليل بقى يو بيروح بالدام وبيقابل عيلتها وبيتفاجئ انه شاف كيم قبل كده وكان شافها واقفة في نص الشارع تايهة وساعدها. ساعتها بتهمس له وبتطلب منه ما يقولش حاجة لدام. بعدها بيفضلوا قاعدين ساكتين بإحراج، يو بيمشي وبيقرر يرجع بعدين. ساعتها دام بتبقى متعصبة خصوصا ان اخواتها مجوش في الميعاد. في نفس الوقت سوك بيفضل يعطل خطط يونج اللي عاملاها علشان تقابل مين. في المدرسة بقى يو بيقول لدام انه مش هيقدر يخرج بعد المدرسة، وهي بتكتشف انه بيكذب عليها. وبعدها بتشوفه بيقابل حد تاني بس بيطلع ان يونج وران كانوا عاوزين يعتذروا له عشان مجوش في الميعاد بتاع امبارح. ساعتها بنشوف فلاش باك بيوضح ان يو كان بيكذب علشان كان رايح يقابل كيم، وهي قالت له ان عندها زهايمر وطلبت منه ما يقولش لاحفادها الحقيقة. كان تاني بقى سوك بيواجه مين علشان بيلعب ببنات كتير وبيكسر له الموبايل بيأمروا يسيبهم. بنيجي بقى لران وفريقها اللي بيقرروا يروحوا منطقة اسمها جيونجو هما كمان، وران بتقرر تسافر بدري مع تشان. قول لتشان انها عاوزة تسوق هي. ساعتها بيفهم انها قلقانة عليه وبيقدر ده، بس فجأة المطر بينزل جامد ومساحة العربية بتعطل، فران ما بتكونش شايفة حاجة. فتشان بيمسك ايدها اللي بتسوق بيها وبيبص من الشباك وبيقول لها الطريق. يوصلوا استراحة، تشان بيتصل بشركة التأجير والناس بتيجي وبتقوله ان العربية هتتغير بعد 4 أو 5 ساعات. تشان بيتصل بجدته اللي ساكنة قريب اللي بتفرح قوي انها هتشوفه اخيرا بعد غياب طويل، وبتاخدهم بيتها اللي فيه ورشة فخار. وبتحكي لران ان مامته كانت فنانة بس ابوه كان بيكره الفن، ومامته كانت عايزة تسافر برا تدرس، ضغطت على نفسها علشان ترجع لتشان بسرعة، وعيت ساعتها وتوفت علشان كده ابوه كره الفن وبعت تشان امريكا. في المكتب بقى يونج بتعرف ان مين بيوزع دعوات فرحه وبتروح تواجهه وبتضربه كمان ما بتسكتلوش. ايوه هي دي تربيتي يا جماعة. المهم يعني وهي راجعة بتقابل سوك، وانا بصراحة ادعم العلاقة دي جدا، وبتعرف ان عربيته في التصليح فبتربط الاحداث مع بعض، وبتسأله اذا كان هو اللي كلم مين فبيتهرب وبيمشي بسرعة. في بيت جدة تشان بقى بتسأله اذا كان بيحب ران، فبيقول لها انها واحدة المفروض ما يكونش عنده اي مشاعر ناحيتها، وده بيحير جدته قوي. بعدين هو وران بياخدوا العربية وبيرجعوا وبيودعوا الجدة، بس في العربية بقى فجأة ران بتسأله ليه قال لجدته انها واحدة ما ينفعش يحبها. تعرف انها سمعت كلامه مع جدته وبتقول له انها فضولية تعرف ليه قال كده، فبيقرب عليها وبيقول لها يعني انتي موافقة ان انا احبك. الحلقة بتخلص على كده وهيفضلوا قاطعيننا اسبوع علشان نعرف اللي هيحصل يا جماعة. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان لما انزل لكم الملخص يوصل لكم.